روى أنه سأل رجل من المخالفين عن الإمام الصادق عليه السلام، وقال: يا ابن رسول الله، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: هما إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا عليه، فعليهما رحمة الله يوم القيامة. فلما انصرف الناس قال له رجل من خاصته: يا ابن رسول الله، لقد تعجبت مما قلت في حق أبي بكر وعمر. فقال: نعم، هما إماما أهل النار، كما قال الله سبحانه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأما القاسطان فقد قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما العادلان فلعدوا لهم عن الحق، كقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمراد من الحق الذي كانا مستوليين عليه هو أمير المؤمنين عليه السلام، حيث أذياه وغصب حقه عنه. والمراد من موتهما على الحق أنهما ماتا على عداوته من غير ندامة عن ذلك. والمراد من رحمة الله رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان رحمة للعالمين، وسيكون خصما لهما ساخطا عليهما منتقما منهما يوم الدين.